ضمن برضو الأخبار اللي قريتها النهاردة، أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بأبو رواش، وده مشروع يعني إن شاء الله ما بصدد تنفيذ هذا المشروع، وده بقى نحطه في قطاع الطاقة، نحطه صح؟ في قطاع الطاقة مع بنبان مع ومع بنبان ومحطة محطة رياح راس غارب. الرياح، وده من ضمن طبعا الجهود اللي بتبذلها الدولة للتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة من تغير المناخ. طيب بالنسبة للاستخدام البشري، ده سؤالي الأخير لحضرتك، الاستخدام البشري بقى السيء ده، كل اللي احنا بنعمله ده أو المجهودات اللي بتبذل من قبل الدولة المصرية ده لتخفيف الآثار للتغيرات المناخية، ولكن من ضمن الأسباب اللي بتؤدي إلى هذه التغيرات هو الاستخدام البشري السيء والعادات اللي احنا اتعودنا عليها، اللي مرور الوقت الحاجات دي بتتراكم وبيبقى سبب ممكن كبير في التغيرات دي. احنا نقدر ان احنا نعمل ده ازاي مع الاستخدام البشري السيء او الاستهلاك البشري السيء اللي بتسبب او بيسبب في التغيرات المناخيه او حدوث الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه؟ خليني أقول لحضرتك إن إحنا بحاجة إلى مزيد من التشريعات والقوانين التي تجرم اعتداء المواطن على البيئة. يجب أن يكون هناك حد رادع لكل من تسول له نفسه للإضرار بالبيئة، لأن هو مش بيضر بنفسه برضه، هو بيضر بحياة 8 مليار مواطن على كوكب الأرض. يجب أن يكون هناك مزيد. أنا أطالب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالغرفتين الموجودين إن هم يزودوا مزيد من التشريعات، يخرجوا لنا كده بقوانين ملزمة، قوانين رادعة للمواطن المصري. النقطة الثانية، أنا مش عايز أحمل المواطن المصري عبء لوحده. أنا لما أبدأ في التوعية ساعتها هيكون في عندي سياسة الثواب والعقاب. أنا بطالب إن يبقى في حملات في الإعلام المصري وحملات في التعليم ما قبل الجامعي الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم الجامعي للتوعية بقضية التغيرات المناخية والخطر الكبير التي يهدد حياة 8 مليار مواطن على كوكب الأرض. خليني أقول لحضرتك إن في حالة من اللامبالاة عند المواطنين في موضوع التغيرات المناخية. يعني والسبب في دوت الإعلام. المفروض إن الإعلام ده منارة، إن هو بيوصل أو بيثقف أو بيوصل للمواطنين القضايا الهامة من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، وبالتالي إحنا مقصرين في البعد ده. الدولة بتشتغل، الدولة حطت موضوع التغيرات المناخية ومن ضمن خطة التنمية الاقتصادية، الدولة بتعمل مشاريع طاقة نظيفة والتحول إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن العنصر البشري، الإنسان هو خليفة الله في الأرض. فيجب على الحكومات أن تثقف الشعوب بتاعتها، أنها ترفع درجة الوعي، أن نعمل ندوات في مراكز الشباب، نعمل ندوات في الأندية، نعمل ندوات في الجامعات في التعليم ما قبل الجامعي للتوعية بكل أخطار التغيرات المناخية. احنا بنتكلم في مشكلة هتهدد الحياة على كوكب الأرض وما عندناش بديل، وبالتالي يجب التصدي بكل قوة إلى مثل هذه التصرفات الفردية أو التصرفات الجماعية من العنصر البشري والإساءة إلى كوكب الأرض. حضرتك شايف إن التوعية مش كافية؟ مش كافية في جدا الوقت ده. التوعية مش كافية جدا. وحضرتك ممكن تنزلي بالمراسلين بتوع حضرتك، ممكن نعمل حلقة في الشارع. الشارع هو يعني نبض المواطن. حضرتك ممكن تنزلي تعملي حلقة تعرفي عن التغيرات المناخية. طب نعمل ايه عشان نتحكم في التغيرات المناخيه؟ حضرتك انا اعتقد ان حضرتك هتتصدمي من رد الفعل بتاع الناس. تمام. نشكر حضرتك جدا، نورتنا. دكتور اسلام قنديل، عضو هيئه التدريس ومدرس مساعد بقسم النبات والميكروبيولوجي بكليه العلوم جامعه الازهر. نورتنا يا دكتور، وكان لقاء اكثر من رائع يعني الحقيقه. نورتنا وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. سعيد بوجودي في تلفزيون القناه، وكل الشكر والتقدير لحضرتك الاعلاميه القديره الاستاذه ولاء حافظ واسره البرنامج. شكرا يا فندم. مشاهدينا فاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم فقراتنا، تابعونا.